هذا يعني من باب المستحيل. نحن هنا لنجمع، وأظن أن يعني بكل تواضع ليس هناك باب موصل أمام أي كان. هناك شيء يجب علينا أن نستوعبه، وقلته وكررته مرارا للجميع. هو أولا القانون المعمول به في دولة قطر الشقيق لا يسمح بقيام جمعيات. هذا وضع، ونحن هنا كضيوف يجب علينا أولا وقبل كل شيء أن نحترم هذا البلد الذي نحن نعيش فيه، أن نحترم قوانينه، أن ندافع عنها، لأنه هنا مكسب عيش الجميع، وهناك علاقات يجب أن نسعى إلى تطويرها. هذا الوضع هذا جعل بأن هناك من السفارات يعني باتفاق مع الجهات المختصة أنها تصل إلى ما يسميه البعض بمجلس للجالية. هذا المجلس الجالية يكون بالضرورة تحت رعاية ووصاية السفارة، لأنه لا يمكن لهذه الجمعية أن تمارس إذا لم يكن لها قانون ترتكز عليه. أن ما بني على باطل لا يمكن إلا أن يكون باطلا، ولكن فيه عدد من الفعاليات، فيه عدد من الناس ذوي النيات الحسنة أنهم قاموا بتقديم ملف منذ 3 سنوات. هذا الملف لا زال إلى الآن تحت دراسة في الوزارات المختصة بالمملكة المغربية. لا أظن أن هذا الموضوع الذي يسعى فيه الجميع إلى هذا العمل اللي هو عمل جميل جدا أن يكون فعلا منبع لمزايدة أو لسعي. الأمر يتعلق بالآتي: أنا عبد ربي أتوصل بعدد من الطلبات من عدد من المؤسسات القائمة هنا لكي تشارك سفارة المملكة المغربية أو الجالية المغربية لكي تشارك في عدد من التظاهرات. هذا الأمر هذا أنا ألتجئ لمن يبدي الاستعداد للقيام بذلك. هذا كل ما في الأمر. كل ما في الأمر أنه لما كان عدد من المغاربة غرر بهم وجاءوا إلى السفارة وقاموا باعتصام، أنا وجدت لدى الجميع وخاصة لدى البعض استعداد كبير تضامني، فيهم من قام باتصال ببعض الكفلاء، وفيهم من قام بالاتصال ببعض المقاولات، وتم البحث عن عمل لبعضهم، وتم يعني منح تذاكر سفر للبعض الآخر حتى يسافروا وهكذا. وأذكر على رؤوس الأشهاد كان معايا سي حسن عبيد، وكان معايا الحاج ويلي، وكان معايا الأخ بوحي محرر، كانوا معايا عدد ديال الإخوان اللي هم موجودين. ليس هناك من يمد اليد للآخر ويقصى، وليس هناك باب يمكن أن يكون موصدا أمام الجميع، ولكن يجب أولا وقبل كل شيء أن نحترم هذه القوانين وأن ننتظر أن تكون هناك تعليمات. إذا كنا في المغرب نقول بأننا يعني قطعنا أشواط في باب الديمقراطية وفي باب العلاقة ما بين الإدارة والمواطنين وفي عدد من الأمور، فعلينا أولا أن ننتظر حتى يكون هذا الأمر صريح فيما يتعلق بالتعامل معه، ثم نحتكم إلى الصناديق، لا أقل ولا أكثر. نحتكم إلى الصناديق. وأظن بأننا لما نتكلم عن هذه الجالية ونتكلم عن الجالية بمستواها، لأنه مستوى الجالية في قطر مستوى عالي جدا نفتخر به، أظن بأنه من يتقدمون سيكون لهم البرامج، ستكون لهم طرق للإقناع، سيكون لهم شيء من التواصل، ومن ستفرز هذه الصناديق
هو الذي سيتحمل المسؤولية، ليست لمدة لا منتهية ولكن لمدة يتم الاتفاق عليها في هذا القانون التأسيسي. ما أعدكم به هو أنه لن يكون هناك تدخل لا من قريب ولا من بعيد لأي شخص له علاقة بهذه الإدارة. هذا وعد ومارسه، ولكن أرجوكم أن تكون اللحمة والمودة هي الأساس، ما يمس المغربي يمس آخر. هذا هو الأساس ونفكر فيه. ثم إذا كتب الله وكان مكتب أو مجلس، لأنه معالي الوزير نبهنا إلى شيء أنا شخصيا كان غايب عليا، أنه حتى كلمة مجلس إلى أي حد عندنا الحق أننا نستعملها، لأنه هناك مجلس استشاري يتعلق بالجالية قائم الذات حتى لا تختلط الأمور، ولكن الأمر لا يتعلق بالتسليم. يعني احنا لما يكون عندنا الضوء الأخضر يعني يتسمى عطا الله ولكن يتزاد تسميه. بالنسبة لقضية المنح، صحيح أنه المغرب لا يستفيد إلا من منحتين جامعيتين ثانويتين، ولكن من قبل 10 أيام كان هنا السيد وزير التعليم العالي وكانت زيارته ناجحة بكل المقاييس، وتم طرح قضية إضافة بعض المنح، يعني وحسب الإخوان اللي سبقوني إلى هنا في قطر فعدد المنح كان 5 منح أو 4 وتقلصت إلى منحتين. المنح حسب علمي في كل المنطقة الخليجية هي المنحتين تخصص إلى أبناء الجالية. لماذا؟ لأنه الولوج إلى الجامعات عنده شروط وعنده ثم الجامعة هنا يعني في شهر يونيو نهاية يونيو تكون الأمر انتهى، لازم البكالوريا تكون والملف يكون وقضية التنقيط إلى آخره. أنا أعذر به، يعني نفضل أنها تبقى في الجالية ولا تمر حتى للوزارة، ويتم الاختيار ديالها، يعني وممكن أننا في هذه الحالة نضيعوا المنحتين. فهذه السنة هذه المنحتين اللي جات تعطات الجوج ديال التلاميذ خداو البكالوريا ديالهم وراه ملتحقين بالجامعة ديالهم. هذا أظن هذو هما النقاط اللي ربما ممكن لي أنني ندخل فيها. بالنسبة للقضية ديال التأشيرات أو المغاربة اللي يغرر بهم في هذا الأمر، أظن بأنه كان مجهود كبير لا من طرفكم ولا من طرف السفارة ولا من طرف الوزارة ولا من طرف المصالح الأمنية، لأنه تم القضاء على الشبكات اللي كانت سبب في 140 لا أتذكر اسم الرقم هذا، ولكن من ضمن 35 اللي كانت اعتصمت في السفارة تم القضاء عليها كليا. هذا الأمر هذا تتعلموا بأنه حل اختبط فيه هذه الأيام بعض الناس اللي تم التغرير بهم وتم توظيفهم كسواقين سيارة الأجرة، ولكن الأمر توقف فلذلك إن شاء الله الوجود ديال السيد الوزير وما يناقشه اليوم مع المسؤولين هو فعلا في إطار ضبط عملية استخدام العمالة المغربية حتى تكون بكرامتها. احنا ما نرضاوش على نفسنا اننا نكون غادي للسيتي سنتر ونلقاو في الفروج واحد اللي قاعدين يديدي، ما كاينش اللي غادي يرضى. فان شاء الله ندعيو مع السيد الوزير انه غدا اللقاءات اللي غادي تكون عنده تكون كلها موفقه، واللقاء اللي كان عنده اليوم مؤشر ايجابي فيما يتعلق بقضيه عقود العمل وقضيه التاشيرات. شكرا لسعادة السفير على هذا
الصراحة